اللي بيصلي مثلا تحصل له وسوسه كتير. قال لك لان الشيطان ما يجيش في الخماره، لان اللي في الخماره مش عايزه. امال يجي لمين؟ للي يجي بيعمل خير عشان يفسد له هذا العمل. وخير الخير في الاسلام انك واقف بين يدي ربك لتصلي. يقوم يروح بس ايه داخل له من الناحيه دي. الشيطان احنا زي ما قلنا فرح نفسه بانه بين الخطه اللي هيحارب بها. ما قال ايه؟ لاقعدن له صراطك المستقيم. ولذلك لما يقول لك واحد يجي يقول لك الوسواس بيتعبني في الصلاه، نقول له هذه ظاهره صحيه في الايمان، بس انت بتقابلها بشويه غفله. ليه؟ كان لما تعرف ان انت بين يدي الله وعايز يفسد عليك المساله دي، تعرف ان دي بتاعت الشيطان، وتقول زي ما قال علمك ربنا رجلته اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. من اراد علم الاولين والاخرين والدنيا والاخره والثواب والعقاب فليقرا سوره الايه؟ الواقعه. وسيدنا سيدنا عبد الله بن مسعود دخل عليه سيدنا عثمان، كان بلغ عنه شيء وقطع عنه العطيه بتاعته. فلما قطع عن العطيه وكان مرض، فدخل عثمان رضي الله عنه يعوده، قال له ما تشتكي؟ شوف بقى اللي صاحب ربنا، قال له اشتكي ذنوبي مش بطني ولا دماغي ولا وماذا ترجو؟ ارجو رحمه ربي. نعم. قال له طيب نرجع عليك العطاء؟ قال له منعتني منه وانا صحيح وعايز تديه وانا بحتضر. قال له يبقى لبناتك لعيالك؟ قال له لا، بناتي مش عايزينه لانني علمتهم سوره الواقعه، وسمعت من الرسول اللي يعلم ولاده سوره لا يرى فقرا ابدا. يحشر الله الخلق ثم ينادي يا عبادي احضروا حجتكم، كل واحد يحضر الحجه اللي يقابل بقى ربنا، ويسروا جوابكم فانكم مجموعون محاسبون مسؤولون. يا ملائكتي اقيموا عبادي صفوفا على اطراف انامل اقدامهم للحساب، فهيقفوا على اطراف انامل اقدامهم. ولذلك بيقول لك ان الموقف يبقى صعب حتى انهم يتمنون الانصراف ولو الى النار. يوما ما ستكون الامور الى خير ان شاء الله، هذا وعد الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.